دلوقتي في قضية رأي عام قلب السوشيال ميديا وقلب مصر بالكامل. ابنة الرئيس محمد حسني مبارك بتقلب السوشيال ميديا بفيديوهات قلب كل مصر، تجارة الأعضاء. وكانت البداية من إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، اللي طلعت واحدة اسمها مروة كاتبة ومسمية نفسها إنها ابنة الرئيس محمد حسني مبارك، طلعت وبتدعي إن إبراهيم شيكا بالتعاون مع زوجته ومع الفنانة وفاء عامر وبعض الشخصيات اللي قالتها في الفيديوهات، طلعت وقالت إن هم باعوا أعضاء شيكا. وإبراهيم شيكا اللي كلنا كنا بندعمه طلع ما ماتش بالكانسر وهو ما عندوش السرطان، وطلع انه كان بايع اعضاء جسمه، وبتقول انه بعد ما مات تم تفضية اعضائه. ومن يوم ما مروه طلعت هذه التصريحات والفيديوهات والدنيا مقلوبه، وطلعت زوجة شيكا وردت، وطلعت وفاء عامر وردت، وطلع احمد وهبه ورد. احمد وهبه ده يعتبر اللي هو صاحب الوكاله بتاعت التيك توك اللي بيدعم كل المشاهير اللي انتم شايفينها، وام ساجده اللي اتهمتها مش عارف بايه طلعت ترد، وام مكه بتاعت الفسيخ ومش عارف ايه، وكل الكلام ده على اساس كلام مروه ابنه الرئيس محمد حسني مبارك زي ما هي بتدعي. لان القضيه دلوقتي راي عام. مروه ابنه الرئيس محمد حسني مبارك زي ما هي بتدعي امراه تهز عرش العصابه بتاعه الاعضاء في مصر، ده على كلامها وده على مسؤوليتها. الايام اللي جايه ستشهد مفاجآت من العيار التقيل. ابنه الرئيس محمد حسني مبارك بتفجر قنابل وبتعلن قضية رأي عام وهي تجارة الأعضاء. طلعت مروة واتهمت شخصيات كبيرة جدا دلوقتي، بس في الأصل كانوا ناس على قد حالهم، زي أم مكة وأم ساجدة وسلمى الرحالة اللي كانت بتقف بعربية قهوة، وزي وفاء عامر وزي ليلى الشبح وزي أحمد وهبة اللي هو بتاع الوكالة اللي بيجي من خلالها الدعم لكل الناس اللي في التيك توك والمشاهير. فطبعا الناس دي كانت في البداية ناس على قد حالها، وما فيش في خلال سنة أو سنتين الناس دي مرة واحدة بقت تسافر الإمارات وبقى عندها عربيات وفلل ورصيد في البنك والماظ وذهب ومش عارف ايه، والموضوع كبر والناس قالت رزقهم ومش عارف ايه، ومحدش كان بيتكلم، والناس بتقول الميديا بتكسب وكل الكلام ده ماشي. فطلعت مره واحده اللي هي مروه ابنه الرئيس محمد حسني مبارك وهزت عرش الميديا بالكامل والكل بيتكلم. الست حتى الان مختفيه تقريبا بقالها يومين، ناس تقول ان اتقبض عليها، وناس تقول برضو ان وفاء عامر اتقبض عليها، وناس تانية تقول مش عارف مين. القصه كبيره والموضوع كبير. الايام اللي جايه ستشهد مفاجآت مدويه. ولو الكلام زي ما هي بتقول ده بتقول عليه ده صحيح، ان في تجاره اعضاء، واحده زي بنت غلبانه كان اسمها دينا مراجيح، واحد اسمه عم احمد نور الدين، ناس غلابه اختفوا مره واحده عشان طبعا ما لهمش حد ولا حد يتكلم عليهم. فلو الموضوع ده حقيقي وفي ناس بتتاجر بالاعضاء على كلام مروه ابنه الرئيس حسني مبارك زي ما هي بتدعي، فدي كارثه كارثه بتهز مصر. الايام اللي جايه هنشوف مفاجآت بالجمله. مفيش حديث على التيك توك ولا على كل مواقع التواصل الاجتماعي غير عن تجاره الاعضاء والمتهمين في هذا الموضوع. وابنه الرئيس محمد حسني مبارك اللي هي مروه، اللي بعض الناس بتقول انها بنت ايمان التوخي، وان الرئيس محمد حسني مبارك كان مخبي عن الناس انها زوجته وانها بنته وكل الكلام ده. لو الكلام ده صحيح فده هتبقى كارثه. اللي انا مستغربه في الموضوع ان الست دي لما طلعت وادعت على كل الناس دي، كل حد ذكرته في فيديو، طلع ورد. طب ما يا جماعه لو الست دي مثلا كدابه ما تسيبوها، او هي مختله عقليا ما تسيبوها تقول الكلمتين اللي بتقولهم ومحدش هيتابعها والموضوع هينتهي. فبكلامكم عنها وان انتوا طلعتوا وتردوا فيديو من هنا وفيديو من هنا، ودي تطلع تجيب لكم الفيديوهات وتعرضها وتجيب مش عارف وتقول انتوا كنتوا فين ورحتوا فين، فالموضوع خلى الموضوع ينتشر بشكل فظيع. واتكلمت عن داعمين التيك توك وذكرت اسامي كتير، ذكرت سوزي الاردنيه ومش عارف ام مكه وام ساجده وليلى الشبح واحمد وهبه وسلمى الرحاله. الموضوع كبر والموضوع وسع، ولازم الايام اللي جايه الموضوع ده ينتهي، لان سمعه مصر فوق اي حد. لو الست دي بتدعي على الناس بالافتراء وبتقول عليهم هذا الكلام، فالست دي لازم يتاخد ضدها اجراء. يا اما لو هي عاقله وبتعمل كده عشان خاطر تتشهر وتتعرف، فالست دي تتحبس وما تشوفش تاني الشمس. ولو الست دي مجنونه تتاخد وتتحط في مستشفى الامراض النفسيه. ولو الست دي كلامها زي ما هي بتقول كلام صحيح،
فلازم الناس دي اللي هي ذكرتهم وهي كمان يتجابوا ويتم التحقيق معاهم، لان الموضوع مش بنتكلم عن سرقة ولا بتاع، لا ده الموضوع غسيل اموال وتجارة في الاعضاء. الموضوع خطير جدا، وانا اتوقع باذن الله خلال 48 ساعة القصة دي هيتم اكتشاف فيها حقائق كبيرة جدا، وهيتكشف حاجات عمركم يعني ما تتخيلوا ان انتوا تسمعوها. الموضوع كبير، انا ما اتوقعش ان الموضوع هيتقفل كده بالساهل، ان في يوم وليله القصه ترند وطلع ترند واتقفل والقصه انتهت. لا، القصه مش هتتقفل، والموضوع يعني هيبقى قضيه راي عام.